يلا بينا نعمل ميك اب العيد. بما ان ميك اب العيد ممكن ننزل من بدري وهنبقى محتاجين بقى ثبات فينش حلو على الوش، فلازم نهتم بكل تفاصيله من البدايه. يعني اول حاجه نغسل وشنا بالغسول الخاص بينا. غسلنا وشنا بنمسح وشنا بالتونر. الخطوات دي مهمه، بلاش نستهون فيها. تقدري تستخدمي تونر، تقدري تستخدمي ماء ميسيلار تفتح ده، ولا ده بالنسبه لك تقدري تستخدمي ماء ورد. كده ارطب وشي، ما كترش قوي في الترطيب. لو هننزل من الصبح طبعا اهم حاجه ما ننساش ترطيب شفايفنا. ده بلامبر اللي هو بينفخ الشفايف من شي جلام. بعد ما يتشرب تماما المرطب نحط البرايمر. النوع ده من روبي روز. هحاول النهارده يعني كل المنتجات تبقى النتيجه بتاعتها حلوه ولكن سعرها معقول عشان تبقى في متناول الجميع، يعني اي حد يقدر يجيبها. طيب يا ايفا احنا حطينا مرطب زياده، ايفا انا حطيت برايمر زياده، مفيش اي مشكله. تمسكوا منديل وايه تمتصوا كده اللي انتوا حاسينه زايد كده، راحوا لغايه من المنديل بدوره يمتص اي زياده. استخدم فاونديشن بورجوا هيلثي ميكس. هاخد بامب واحده من بتاع شي جلام المط علشان بس هو اتقل. لو عايزين اعمل لكم فيديو مخصوص عن كل انواع الفاونديشن من شي جلام وانهي الافضل لكل بشره وايه الفرق بينهم وكده قولوا لي، وهيبقى ده الفيديو اللي جاي. حطيت طبقه الفاونديشن زي ما انتم شايفين كده ميديوم، وهستخدم الكونسيلر ده من شي جلام. انا جايبه درجتين، درجه وسط ودرجه فاتحه. هنثبت كل الكلام ده باحلى لوس باودر من شي جلام. بجد انا جبت كذا واحده من شي جلام، دي احلى واحده يا جماعه منها الشفافه. ليه؟ لان هي ناعمه جدا، فيها مش عارفه اكيد يعني مش هتلاحظوا فيها زي لمعه شويه زي الهايلايت كده، يعني مش بتقلب مات تماما، لا بتبقى فيه لمعه كده طبيعيه تحفه. فهنثبت بيها النهارده طبعا عشان عيد وكده، فاحنا عايزين وشنا يبقى دوي كده وبيلمع. وهي مكتوب عليها بالظبط عشان لو عايزين تجيبوها يا جماعه باكيت جلو سيتنج باودر. وهسيب لكم برده اللينك اللي بجيب منه. رسمت الحواجب ودي انا هسيبها لكم في فيديو لوحدها، ولكن ما عملتهاش في الفيديو ده علشان ما يطولش عليكم اوفر. استخدم اي كونسيلر او برايمر بيز للاي شادو. اشتغل انا بالباليت دي من روبي روز. اول لوك عيون هنشتغله النهارده هو للصبح، وبعد كده هنشتغل عليه تاني ان هو يبقى للظهر، وبعد كده هنشتغل عليه تاني ان هو يبقى بالليل. فهاخد بس كده لون انتقالي، هخلط ما بين اللونين دول. في حاجه مهمه جدا عايزه اقول لكم عليها، مش شرط ابدا ان انتوا تشتغلوا بنفس الدرجات وبنفس الالوان. يعني انتوا ممكن تشتغلوا اللوك بدرجات تاني، مثلا لبسكوا في بينكهات هتعملوا نفس الخطوات ونفس الدرجات اذا كانت مثلا فاتحه او كده، ولكن بالوان تاني. يعني مثلا هنستخدم الاول لا كشمير، لا بينك فاتح، فاهمين الفكره؟ لا نيود اكتر من كده، يعني رايح على بيجات اكتر من كده. ده اللي هيختلف، ولكن الخطوات نفسها شغل نفسه هيبقى هو. فعشان كده ركزوا قوي في كل التفاصيل دي. وهناخد اي درجه مات يعني ما فيهاش اي لمعه من الاي شادو. هستخدم دلوقتي من انستازيا الدرجات المات دي اللي جنب بعض، وبس هنضف بيها كده الجفن المتحرك. اوكي. بعد كده هرسم ايلاينر مموه. تقدروا بقى ترسموه بني، تقدروا ترسموه نبيتي. انا هستخدم الدرجه دي اللي هو بني محمر، ودي من شي ان مصوره لكم ليها فيديو بنجربها مع بعض ماشي. واستخدامها كده حلو قوي ان احنا نرسم بيها الايلاينر المموه. بناخد اي فرشه تبقى رفيعه وفي الوقت نقدر ندمج بيها، فاهمين الفكره؟ عشان نطلع معانا النتيجه المموهه العايمه دي. بعد كده هحط كحل بيج زي كل حاجه على حسب لون لبسنا او اللي احنا عايزين نعمله. ممكن نحط كحل اسود، كحل ازرق، وبنفس الاي شادو اللي استخدمناه. اللاينر المموه هنرسم بيه على خط الرموش كده. اي مسكره عندك نحط في الرموش كويس، ندخل في الجذور ونحركها ونسحب. الحركه دي يا جماعه بتودي تأثير المسكرة في حتة تاني. خلصنا رسمة العين الصبح. تعالوا بقى نكمل الوش بسرعة. هنستخدم اي برونزر، نوزع بشكل ناعم جدا عشان ما يبقاش اوفر على الصبح. برضو في المناخير كده حاجة بسيطة. مش البلاشر تقدر نستخدم اللون هادي. الباليت دي من روبي روز خطيرة. البلاشر اللي فيها هادي جدا. هخلط ما بين الدرجتين، في الدرجة اللي هي المشمشي والدرجة البينك، هخلط ما بينهم علشان اطلع بدرجة وسط برضو. بصوا هادي ازاي.
هستخدم القلم البني ده من روبي روز، هو ينفع للعين وللشفايف، مكتوب عليه اي ولب. نضحك نرسم على الخط ده. بعد كده القلم ده من جوسي بيوتي للشفايف بس. اوكي، هرسم تحت الخط ده، وهاخد اي فرشة كده هبتدي ادمج ما بينهم. نقدر نكتفي كده لو انتوا عايزين حاجة هادية جدا، ونقدر برضو بالبلاشر ده من جوسي بيوتي. ازود عليه اي بلس. خلاص كده نزلنا الصبح وجينا عايزين بقى نغير في اللوك، يلا بينا نعمل بتاع الظهر. دي فرشتي والباليت بتاعتي تمام، وهاخد الدرجة الغامقة دي، ابتدي ازود الاي شادو في الاخر بس هنا كده، وادمج كويس جدا. بصوا تحفة ازاي، تحفة. هاخد الدرجة دي ودي كده مع بعض، وهحطها بس على الجفن المتحرك كده بايدي بشكل عشوائي. وش بقى الكونتور هيزيد، بلاشر كمان، الهايلايت من جوسي بيوتي برضه، والاي شادو تحت العين يتقل شويه. ولو تفتكروا ان احنا القلم البيج كنا حاطينه في اخر العين، لا دلوقتي هنحطه في كل العين. الدرجه دي من لورد اند بيري، درجه 22. اوكي، قادرين تفرقوا بصوا ما بين التقل هنا ووضوح الميك اب عن هنا الميك اب ناعم. بصوا قد ايه الاي شادو بيفرق. يلا بينا دلوقتي بقى نعمل اخر ميك اب. الميك اب لو هتخرجوا بالليل او معزومين او سهرانين، ودي كده مرحله الوحش، الشغل فيها هيبقى اكتر واقوى واحلى. تقدروا تعملوا التقيل على طول، تقدروا تعملوا الوسط على طول، وتكملوا بيه بالليل على حسب حب كل حد للميك اب وازاي بتحبوا تخرجوا في العيد. بس انا حبيت اوفر لكم الثلاثه عشان يبقى تقدروا تعملوا الثلاثه براحتكم. وطبعا ده سبيشال للايفويه، هم يبقوا يعرفوا يعملوا الثلاثه مش واحد بس. يلا بينا. هاخد برضو نفس اللون الغامق ده، فرشه صغيره جدا، هبتدي ارسم كات كريس. ماشي اهو كده مع الدرجه دي، ابتدي ادمج فوقه شويه قبل ما استخدم فرشه الدمج الكبيره. شايفين فرشه دمج كبيره شويه، يا دوبك بس ادمج حاجه بسيطه جدا. اعيد تاني على الجزئيه هنا الاخيره، الدرجه الفاتحه دي مع الدرجه البينك دي، وزودت قدام بس الفاتح، الدرجه الفاتحه من قدام كده بس عشان تبقى فيه تدرج اكتر كده. بس رسمنا الكريس وحطيت هايلايت من قدام. وصل بقى دور الايلاينر والرموش. اوكي ماشي، هنعمل سحبه برضو السن ده من قدام بس حاجه صغيره جدا. اخترت الرموش تبقى برضو حاجه عادي نخرج بيها، ما تبقاش اوفر. في خطوه مهمه جدا عايزه اقولها لكم، ما بين كل تجديد وتجديد خصوصا في الحاجات الباودر ندي رشه فيكس. ليه الخطوه دي؟ علشان نجدد الميك اب ونشيل اي باودر زياده. ممكن بقى نرسم بالقلم الكحل جوه العين على البيج، يديني كده لون بني كده خطير. بصوا تحفه. هستخدم الروج ده من شي جلام. نزود البلاشر شويه. دلوقتي بقى نقدر نرسم كونتور لمناخيرنا. ممكن نستخدم كومباكت باودر من جوسي بيوتي عشان نعيد بيها تنظيف الاماكن. ابتدي بقى ايه ننضف كونتور المناخير كده، عشان ننضف رسمة العين. نرجع ننضف الزوايد اللي من الباودر. تحفه وكله جلوي كده، بتاع يعني سهره او بالليل او خروجه بالليل علشان تبان اللمعه اللي في وشنا دي. وثانيه واحده، طبعا اللينسز بيكمل اللوك جدا، خصوصا لما يبقى نوع باين ان هو حلو كده في عينك مع الميك اب. شايفين اللمعه بتاعت الوش، وشايفين الدرجه بتاعت الروج
والخلطبيط اللي عملناها ازاي بتطلع حاجه كده بيرفكت. بصوا قولوا لي انتوا ايه رايكم. لحظه واحده عشان افتكرت ان انا ما بينتش الحسنه. اوكي بصوا كده بجد تحفه تحفه تحفه. لازم تجربوا كل الخطوات دي، هتحبوا قوي قوي الفينش النهائي. كلها خطوات سهله عملناها مع بعض بالتفصيل بكل الخامات اللي استخدمتها، كلها حاجات دراج ستور عشان سهل ان انتوا تجيبوها في اي وقت. فقولوا لي ايه رايكم. وبس كده.